طبعا يعني ممكن تغيير الراسين الحرب اللي موجودين في النادي الاهلي ممكن يكون عدم اقتناع بالكابتن محمد يوسف اخر مرتين، عدم اقتناع لاداء عمرو جمال، عدم اقتناع لاداء سيد حمدي، لان ممكن بعض الناس بتقول لك ان اداؤه كان كويس جدا، وانا شايف ان هو اداؤه بعيد تماما عن شكله ومستوى النادي الاهلي والمرحله اللي مطلوبه بالنسبه للنادي الاهلي في الوقت الحالي. نعم. لكن يا كابتن لو ان التغييرات اللي بتحصل دي كلها نظرا لواقع الاصابات والاماكن المشاكل اللي موجوده بالنسبه للنادي الاهلي كمعدل اصابات كتيره جدا، وهذا يؤخذ على الجهاز الطبي وعلى كمان حمل المباريات. بس طبعا لو بدانا نتكلم عن النادي الاهلي لازم نتكلم في رايي الشخصي من اثر على النادي الاهلي تاثير كبير جدا لاعب اسمه حسام غالي. حسام غالي طبعا. حسام غالي المحترف الارجل البلجيكي زي ما شفنا مؤمن امبارح. نعم. وزي ما بنشوف لعيبه اللي هم عندهم امكانيات عاليه جدا في ربط الفرقه في كل الخطوط وصناعه اللعب ويكون ممول ممتاز. اعتقد ان عدم وجود حسام غالي في وسط الملعب اثر كتير جدا، لان برضه لو رجعنا الاثنين لعيبه ارتكاز اللي هم اساس كل شيء على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي، ترجع تلاقيهم اثنين اسطمبه واحده اذا كان شهاب او حسام عاشور. نعم. يمكن شهاب نسبيا ولكن ليس بمهاره ولا امكانيات ولا فنيات ولا قياده حسام غالي في بعض الاوقات. نعم. المستوى الدفاعي في رايي كان سيء جدا بالنسبه للاهلي، حتى لو كان هو اقوى خط دفاع ثلاث نعم. ولكن هنجيب الثلاث اهداف اللي جم في اخر المباراتين هنلاقي فرق السرعه عالي جدا من اي راس حربه. اللعيبه اللي موجودين التغطيه العكسيه سيئه جدا، طرفين الملعب اخطائهم كتيره جدا. نعم. بالاضافه كمان ان المساحه اللي موجوده في وسط الملعب. اثنين او ما فيش اللي هو اللاعب اللي يشتغل تحت لعيبه راس الحربه بشكل يكون في تمويل كتير لراسين الحربه، حتى لو الاهلي لعب راسين حربه او غير من الطريقه، ولكن هناك فراغ كبير جدا في حته صناعه اللعب، ودي اللي سايبها محمد ابو تريكه واللي سايبها كمان حسام غالي. وانا اعتقد ان النادي الاهلي لابد ان يفكر تحديدا في اكتشاف صانع لاعب اخر بعيدا عن اكتشاف راس الحربه وغير راس الحربه. نعم. ثلاثه الاطراف الملعب. ما اعتقدش طبعا ان عبد الله السعيد واحمد شكري بيقدموا الادوار الدفاعيه بنسبه 100%. اعتقد ان هي بنسبه مثلا 70%، والحمل كله على معوض او رامي ربيعه او مانجا لما بيكون احمد شديد. عشان كده بنلاقي في مشاكل كتيره جدا في اي هجمه مرتده النادي الاهلي، نظرا ان شكري ملتزم بالحته الهجوميه وكمان عبد الله السعيد. والحته الهجوميه عندهم اعتقد ان هي بنسبه 40%، عبد الله 40% وكمان شكري 40%. عشان كده في خلل كبير جدا في منظومه وجمعيات النادي الاهلي على المستوى العام. اخر نقطه قلبين الدفاع والمساحه. بنتكلم على لعيبه الارتكاز دايما بواحد قدام واحد. لعيبه الارتكاز حتى في الناحيه الدفاعيه عشان يعمل مثلث ما بين الدفاع. ارجع لكل مرات النادي الاهلي هتلاقي الفارغ الكبير او المساحه الكبيره جدا اللي على دايره لقلبين الدفاع لا يقل عن 15 20 متر. اعتقد لاي راس حربه سريع وعنده امكانيات مهيه وفنيه عاليه جدا ممكن تاثر على قلبين الدفاع، حتى لو وائل جمعه لو نجيب سعد سمير. والدليل على هذا كابتن بعد غياب وائل جمعه الناس كانت بتقول لك ان وائل بطيء. في المباراه اللي فاتت الهدف جه برضه من قلبين الدفاع وكانت التغطيه من مانجا. اعتقد ان المشكله كلها تكمن في لعيبه الارتكاز. نعم. وقياده النادي الاهلي في وسط الملعب دي. نعم. امور بديهيه اتمنى النادي الاهلي يحاول يعالجها، لانه داخل على مرحله صعبه منها دوري ابطال افريقيا، منها كمان كاس السوبر الافريقي، وهو مطالب بالفوز. وكابتن محمد يوسف في مرحله في رايي صعبه جدا في الفتره الجايه. اشكرك كابتن خالد. خليني دي الاهداف يا كابتن احمد. دي نرجع ده الهدف بتاع بص فرق السرعه يا كابتن. نعم واضح جدا. انا بتكلم على مانجا كام سنه؟ نعم صغير في السن يعني المفروض الحته البدنيه يعني او حتى الشباب. نعم. دي كره سيد معوض. نعم. اخطا الضغط. نعم. على اللاعب الارتكاز حسام عاشور. نعم. الكره معموله ممتازه جدا. الفرق السرعه ما بين تمساح. نعم. نفس كره محمد فاروق ده صحيح. ومحمد سالم. نعم. اللي هو الخطا بتاع ضربه الجزاء بره او جوه دي مش قضيتنا، لكن نعم. اعتقد ان ده خطا كبير جدا موجود من وسط الملعب وقلبين الدفاع. ناخد اخر استعدادات النادي الاهلي قبل